السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين في كل مكان، موعد مباراة منتخب تونس، المنتخب اللي النهاردة على موعد جديد جدا جدا أمام منتخب أوغندا في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025. المباراة هتكون على ملعب مولاي عبد الله. بالتوفيق النهارده ان شاء الله لمنتخب تونس، قلبا وقالبا مسانده كبيره جدا جدا من الجماهير المغربيه لمواصله المنتخب التونسي. طبعا سامي الطرابلسي النهارده حاطط التشكيل ما شاء الله، تشكيل يتكون من حراسه المرمى ايمان هامار، خط الدفاع علي العبدي، منتصر الطلبي، ديلان وياسر الفريابي، في خط الوسط الياس السخيري وساسي وحنبل المجري وسينيان، وراس حربه وحيد حازم مستوري. طبعا سامي الطرابلسي النهارده بيقابل منتخب اوغندا وهو بيلعب ب 4-2-3-1. بالتوفيق طبعا النهارده لمنتخب تونس، ونتمنى له يا رب ما يبقاش فيه نفس الحسابات المعقده كما حدث في بطوله كاس العرب الماضيه. كلنا نعلم ان منتخب تونس للاسف الشديد لم يصعد من المجموعات في دور الاول ولا الدور الثاني ولا الدور الثالث، بالرغم من الفوز الاخير على صاحب الارض والجمهور، ولكن يا عزيزي للاسف لم يصعد الى الادوار الاقصائيه من كاس العرب. مشاكل منتخب تونس كانت متكررة على مدار الثلاث سنوات الماضية، وخصوصا آخر بطولتين في كأس الأمم الأفريقية. على أمل النهاردة إن شاء الله سامي الطرابلسي يصحح أوضاع الكرة التونسية. حاطط التشكيل ما شاء الله، تشكيل يتكون من حراسة المرمى إيمان هامار، خط الدفاع علي العبدي، منتصر الطلبي، ديلان وياسر الفريابي، في خط الوسط الياس السخيري وساسي وحنبل المجري وسينيان، وراس حربه وحيد حازم مستوري. ونلاقي باذن الله التوفيق لمنتخب تونس النهارده ان شاء الله، ولعل وعسى باذن الله التوفيق يبقى حليف كل دول شمال افريقيا ما بين المغرب ومصر ومنتخب تونس والمنتخب الفراعنه. طبعا فازت منتخب المغرب اول مباراته 2-0 الحمد لله، وتصدر المجموعه حتى الان. وطبعا منتخب مصر يعود بريمونتادا ويفوز على فريق موزمبيق 2-1 الحمد لله. يليها النهارده ان شاء الله منتخب تونس، وبكره باذن الله منتخب الجزائر على موعد باذن الله. منتخب تونس وقف في المجموعه الثالثه، وكان بيضم طبعا منتخب نيجيريا ومنتخب تنزانيا وطبعا منتخب اوغندا اللي هيقابله النهارده في اول مقابلاته. المباراه هتكون النهارده ان شاء الله الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره، الساعه 8 مساء بتوقيت الرباط. وباذن الله المباراه هتكون متذاعه حصريا على قنوات بين سبورت وان ماكس. ولكن اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اشعاراتنا على موعد النهارده باذن الله من البث المباشر لمنتخب تونس. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.